تعالى اقول لك كل حاجه محتاج تعرفها عن كومباوند سراي القاهره الجديده. اول حاجه كومباوند تابع لشركه اسمها مدينه نصر اسكان والتعمير، موجوده في الماركت من ايام جمال عبد الناصر. عندهم كومباوند ساكن وعايش اسمه تاك سيتي، بالاضافه لكومباوند الواحه في مدينه نصر، وكل حي مدينه نصر بالكامل هم اللي كانوا بانيينه، بالاضافه للجزء بتاع الاستاد والنصب التذكاري. بالنسبه بقى للجزء بتاع سراي، هي موجوده فين؟ هي موجوده دايركت على طريق السويس، سور بسور مع مدينتي، في ظهرها المستقبل والعاصمه. احنا بالظبط ربع ساعه من التجمع، تلت ساعه و25 دقيقه من مصر الجديده ومدينه نصر. الكومباوند هنا عباره عن كومباوند فيلات وشقق، 1400 فدان، متسلم منهم لحد دلوقتي 400 فدان بالكامل، اس 1 واس 2، والناس بدات تستلم، وفي ناس سكنت وفي ناس بدات تشطب شققها. بالنسبه للجزء الثاني في الكومباوند، فهي مرحله اس 3، ودي استلام بتاعها وزن سنتين، ودي مرحله فيها شقق وفيلل. عندنا المرحله بتاعت منشس، ودي قطع اراضي بناخدها بافريج سعر متر اراوند 13000 المتر. بنبني ديزاين بتاع البيت او ديزاين بتاع الفيلا بتاعنا من بره، نفس الديزاين بتاع الكومباوند من جوه، التقسيمات الداخليه زي ما احنا نحب. عندنا كمان المرحله بتاعت كافانا ليكس، ودي مرحله كلها فيلل، تاون هاوسز وتوين هاوسز وستاند الون، موجوده دايركت على كريستال لاجون. طيب ايه الخدمات اللي موجوده جوه المشروع؟ الجزء بتاع اللاندسكيب، الووتر فيتشرز اللي جوه المشروع. عندنا كمان الجزء بتاع الستريب مول، في مجمع الكافيهات والمطاعم الخاص بالكومباوند والسوبر ماركت. وجوه كل مرحله من المراحل دي عندنا الجزء بتاع كلاب هاوس، وده بيبقى فيه جيم وسبا وحمامات سباحه، بالاضافه للجزء بتاع الكيدز اريا اللي موجود جوه المشروع. تمام. عندنا كمان مدرستين، واحده انترناشونال والثانيه ناشونال جوه الكومباوند. الميزه هنا ان سراي نازلين بمرحله جديده فيها لونش، نازل فيها استوديوهات، شقق غرفتين، شقق 3 غرف. هنا الاستوديوهات هتستارت معانا من 60 متر و70 متر، والغرفتين هتستارت من 120 متر، والثلاث غرف هتستارت معانا من 150 متر. 10% مقدم على 8 سنين اقساط، والاستلام بتاعنا في خلال 4 سنين. ودي كانت تفاصيل مشروع سراي بالكامل. لو حابين تعرفوا اكتر عن الاسعار بتاعه اللونش الجديده سيبوا لنا كومنت، ولو حابين تعرفوا اكتر عن اي مشروع تاني اكتبوا لنا اسمه في الكومنت.